اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ الكلام ونقول يا كحك العيد يا بسكويت، بس انا مش هقول يا كحك العيد، هقول يا فسيخ العيد يا شربطات. طيب انا بصراحه ما كنتش عامله حسابي ان انا يجيلي الفسيخ، لكن بابانا ربنا يبارك لنا فيه جاب لي الفسيخ وقال لي بصي انا جايب لك بقى فسيخ ومش هاكل منه لان انا مش بحبه. فقلت له ربنا يرضى عليك ويبارك لي فيك ويخليك ليا. المهم جاب لي الفسيخ زي ما انتم شايفين. انا بيقول ان هو جابه من حد في محرم بيه. اول مره طبعا انا اجربه وان الكيلو بسعره قد كده غالي ومش عارفه ايه. بصوا هو كيلو ونص عملوا معانا اللهم بارك حوالي 4 سمكات زي ما انتم شايفين، 4 سمكات اللهم صل على النبي. وانا هنا بقى كنت قررت فعلا ان انا الكميه كبيره عليا، فقلت لا انا هاخد الحاجه واروح بيها عند اختي نفطر كلنا في اول يوم العيد وماما واخواتي. فبس هنا كنت بقى ايه، قررت ان انا اعمل حاجه ان انا انضفه واحطه في علبه، لان بجد فعلا كانت الريحه قلبة الدنيا. انا عايزه اقول لكم ان انا اول ما فتحت اول واحده زبده. ابتديت بقى ايه اجيب بقى ايه بقى المعلقه، وزي ما انت شايفه كده ببتدي ان انا اخليها، لان انا هخلي اللهم بارك الاربعه كلهم، وبوريكي بس في الطبق الجمال والسكر والعسل. انا هنا بقى كنت عماله ايه بقى بخليهم واحده ورا التانيه، بس ده ما يمنعش ان انا كنت بدوق واكل. هنا بقى حبيت اقلد ام مكه لانها كانت دايما بتغيظني بالفيديو بتاع لقطه وهي بتاكل الفسيخ، فكانت بتغيظني قوي يا جماعه. فبصراحه كنت اكل كده. بصوا يعني ما فيش ولا فسيخية طلعت من تحت ايدي غير لما ادوقها واكل منها. الفسيخ زبدة يا جماعة، تحفة. ومش مش حادق، بالعكس عادب جدا جدا جدا. انا بقى قلقت فقلت له اهم حاجة بس هتجيبه لنا حادق ولا عادب؟ قال لي لا تاكليه بقى زي ما يطلع، انت كمان هتتأمري. قلت له لا الله يخليك، انا ما بحبش الحادق، بحب العادب. المهم اللهم صل على رسول الله. زي ما انتم شايفين كده دي كانت اول واحده الكميه. انا هنا بقى كنت خلصت كل الكميه وجبت لكم في الاخر خالص نزلت عليه بقرنين فلفل اخضر وترانشات ليمون، عصرت ليمون. وزي ما انتم شايفين كده الليمون خليته يغطي الفسيخ عشان لونه ما يتغيرش. ومش بس كده، حطيت كمان نقطه خل وحطيت قرنين فلفل، وكان نفسي يبقى عندي حبه البركه علشان احطهم، بس للاسف ما كانش عندي حبه البركه. بصوا بقى الجمال والتحفه والعسل. اللهم بارك. العلبه دي خدت بالظبط الكيلو ونص من الفسيخ. وانا هنا بقى نزلت بقى بترانشات الليمون زي ما حضرتك شايفه كده، لزوم الدلع، ونقطه الخل وشويه زيت من فوق الوش غرقتهم زيت. هنا بقى كانت الليله كملت وحاجه تحفه. اروح بقى كده لاختي ولا نقلب ريحه البيت ولا الناس تضحك علينا كده، على طول نطلع من العلبه على العيش والرغيف وناكل. اللهم بارك. يا رب كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب يا رب يجعل الايام دي مباركه عليكم وعلينا جميعا. ريحه المطبخ عندي اتقلبت. فانا هنا كنت بكمل تنظيف، وفي الاخر خالص بقول لكم ما تنسوش اللايك والشير وصلوا بينا على النبي.